التقدم على غريمه التقليدي الزمالك. إذا فاز في لقاء اليوم يبقى الفارق بينه وبين الزمالك 5 نقاط كاملة، وفي حالة التعادل تبقى 3 نقاط، وفي حالة الهزيمة تبقى نقطتين، ويتجدد أمل النادي الإسماعيلي ربما في المنافسة على القمة. على كل الأحوال كلها تكهنات وكلها أمنيات، ولكن خلينا نتابع اللقاء ونعرف الإجابة بعد انتهاء 90 دقيقة كاملة من الآن. أحمد صديق في اليمين ينقل لإبراهيم يحيى على وسط الملعب، نازل يستلم عبد الله الشحات، يرجع لورا مرة ثانية، نقلتين 3 للنادي الإسماعيلي. واضح ان النادي الاهلي بادي وهو فاتح خطوطه تماما في مقدمه ملعب النادي الاسماعيلي. استلام من سيد معوض اللي كان فيه شكوك حول اشتراكه. اول ضربه حره مباشره ناحيه اليمين، استلام احمد فتحي، لعبها عميقه جدا لاحمد بركات. بركات عرضيه، يا نهار ابيض، حلوه حكايه الروعه. المعتصم سالم يحط رجله فيها قبل ما تروح لمحمد ناجي جده وفي اتجاه عماد متعب، وتبقى ايضا اول ضربه ركن وترقب. واحمد فتحي من الجانب الايمن، وعرضيه ملفوفه تضرب وتطلع، وتبقى مره ثانيه بدايه المباراه. استلام لسيد معوض، حطها البركات اللي هيرفع، وادي العرضيه العاليه الخطيره، يا نهار ابيض، لا ولا فيها الهوا لكن ممكن يكون حسابها فاول. بالفعل هي دفعه سيناريو ولا هيتغير، وهزيمه الزمالك تديله معنويات عاليه لحسم بطوله الدوري العام. هنشوف. خطيره يا نهار ابيض، مش ممكن يا عمادي. حلوه بص جده، الله، لكن محطوطه ضعيفه. جميله جدا، استلام من متعب بيلف، حلوه قوي. خطيره. بركات لم كورته مره ثانيه، لكن الديفنس يا جماعه حلوه يا ولد يا حويل. معديه ناحيه اليمين، استلام من محمد بركات عايز يعدي، جاله 2، عدى لجوه بشماله. هو كان عايز يمرر، لكن لما لقى زاويه التمرير قفلت، شاط بشمال. مباراه فيها هجمات، مباراه فيها فرص. هنتمتع النهارده ب90 او من الخلف احد الاطراف، والاثنين اسرع من بعد، وتسديده روعه من اللاعب رقم 21. لو ظبط بطن رجله، ودي الكره اللي فاتت انا قلت جول، ضربت في القائم الشمال ورجعت، ده هو بيجري على لحسني عبد ربه مره ثانيه، وسيطره درويشيه، وسيطره جميله جدا، وتسديده من بعيد جدا. حسام غالي، احمد فتحي، حسام، تسقيطه طويله، خطيره، والهدف. الله عليك يا بركات، يا راكب العالم، خد لك تاكسي وروح انبسط. حلوه، هجمه مرتده سريعه ومتقنه لمحمد بركات، تسقيطه صعبه، ما فيهاش حاجه. الراجل اللي هناك مغطي ونايم 14 جر، وهو بطن رجله. حلوه، هدف سهل جدا. تمريره جميله قوي من حسام غالي، يحطها في الركن البعيد الهادي. حلوه يا بركات. الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 23، هدف ربما لا يعبر نسبيا عن سير المباراه، ولكن الكرات تحتسب والمباريات واركب يا ابني براحتك، اركب. هو يقصد ايه؟ يقصد انه ركب الدوري. طبعا. وبعدين جايب 8 تجوان، بركات جايب 8 تجوان، وبيدي علامه ال8 تجوان في الاسماعيلي نفسه. 8 تجوان في الاسماعيلي. انا ما اعرفش طبعا المساعد يعني انا ما اعرفش الاخ طارق سامي ده بيتكلم ليه وعمل مشكله ليه. ماشي يا سيدي، وادى كارت احمر لاحد المساعدين. يا عم طارق، عملت موضوع من لا موضوع. حد ماشي من الطاقم التسجيله ليه؟ يعني جبنا طائب حكام بلجيكي. احمد عادل يغلط غلطه كبيره جدا، تروح لجودوين، كان ممكن يسقط، لكن تاني مره دي لاحمد عادل. يا نهار ابيض يا حسني عبد ربه، في ايده على راسه. والمره دي برضو لولا يمكن تاخر جودوين كان ممكن جدا تسبب هدف للنادي الاسماعيلي.
لكن الحظ ان حسني عبد ربه حطها في منتهى القوه. الكلام ده ما يعديش كده. بس نشوف دي الاول، نشوف دي الاول، نشوف دي الاول. بره 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 من عماد متعب، عايز يلمسها لمسه واحده ويكسبوا ايه. نشوف دي الاول من ناحيه الشمال، استلام يرجع مره ثانيه حسام عاشور وتسديده سهله جدا جدا جدا. اتحاد اسكندري طويله مقطوعه للنادي الاهلي بوش رجله، هجمه سريعه 3 على 2 3 على 2 3 على 2 3 على 2 3 يا راجل ولسه وخطيره وعرضيه يا راجل. يا نهار ابيض على الفرص، مش ممكن اطلاقا، مش ممكن، مش معقول. فرصه كبيره جدا، كان 3 احمر على 2 اصفر، كان هيخلوا الليله حمراء، لكن تتقطع الكوره وتاخر فيها جدا جدا، وكان قدامه الزاويه البعيده فاضيه تماما تماما. وائل جمعه في مساحه جميله جدا لكن اطول من اللازم، تبقى رميه تماس لصالح دي. بصوا يا جماعه 3 على 2 3 على 2 في البعيده يا راجل، مش ممكن في القريبه دي يا جدو. ومره تانية التمريره وحشه وحشه، الراجل هيجي له كربانكل في ظهره جوزيه، مش ممكن. للنادي الاسماعيلي عميقه في اليمين في اتجاه جودون، استلام من جودون ومعاه احمد السيد، عدى خطيره 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 والهدف، خطيره والهدف، خطيره والهدف. بقول لحضراتكم عمرو السوليه لعيب كبير جدا جدا جدا. جودون للغايه للغايه. ادي التمريره اتقطعت الكره من حسام غالي من وسط الملعب، اتعملت في مساحه جميله جدا جدا لجودون ناحيه اليمين، ثبت احمد السيد وعدى منه، قطع له عمرو السوليه، عملها براسه في البعيده، نزل على الارض متاخر جدا. احمد عادل عبد المنعم يعني تردد في النزول على الارض، تردد في النزول على الارض، لو فرش جسمه بدري شويه كان جايز، لكن في جميع الاحوال محطوطه روعه 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 من عمرو السوليه، وترقيصه جميله لجودوين، وتمريره اجمل لاي فريق من الفريقين، لان الفرقتين منتهى الخطوط بدون رقابه تقريبا، بيستلم زي ما هو عايز. وادي دومينيك، ودومينيك يقع على الارض وتطول منه الكوره ويلمها يا ولد يا لعيب. ادي اللي لسه نازل، يبقى اذا قدر يتدارك الجبهه اليسرى بتاعه النادي الاسماعيلي اللي كانت مفتوحه على غاربها تماما. سيد معوض على وسط الملعب، خطيره 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 يا ولد يا لعيب، واقف في المكان والزمان. تمريره حلوه قوي، بركات ظبط وشاط حلوه جدا جدا جدا، وصد تعمل عميقه وجميله لجده في اليمين ومعاه المعتصم سالم، يلعبها طويله في اتجاه دومينيك وطلعت لبره. هو بيقول انا جوه، بيحيي المساعد. طب نشوفه يستحق التحيه ولا لا؟ يستحق التحيه فعلا، لانه المره دي لجده لبركات في قله عدديه كده في منطقه ال 18 بتاعت نادي الاسماعيلي من لاعبي النادي الاهلي، وخطيره ولسه وهي ووبا وبره. يا نهار ابيض، يا مش لاقي حد يحطها. بصوا خلي بالك خلي بالك اللي هيشوط ده، ها مين اللي هياخد ليه؟ مش لاقي حد ياخد. القارات حلوه جدا جدا في اليمين لجده، ومعاه احمد حجاز الناحيه الثانيه، وخطيره والهدف. الله 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 الله، نط يا ابني كل الحواجز. حلوه 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 حلوه، محمد ناجي جده، محمد ناجي جدته، محمد ناجي كل حاجه. حلوه حلوه حلوه. الهدف الثاني لمحمد ناجي جده بوانتو، مفيش اجمل من كده. خلي بالك هو ودي سيلفا. ادي محمد ناجي جده لم كورته ولم معتصم، يا سيلفا حلوه 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 حلوه. 2 النادي الاهلي، 1 النادي الاسماعيلي. جده وادي سيلفا وشماله روعه الروعه محمد ناجي جده. 2 النادي الاهلي في الدقيقه 13. سيد معوض لحسام غالي، عايز يعمل غزوه لكن تسديد. فتحي يلعب كورته فاضيه اهي، وداخل دو سيلفا اهو بيلم كورته، والعرضيه الارضيه مش معديه، تتقطع الكوره عالي. جودوين يعديها كالعاده ويعدي، لكن يد سيد معوض في الشمال، استلام من سيد دو سيلفا. يا ولد لكن بره وتطلع وتبقى ضربه مرمى. في نفس التوقيت الاهلي هيستقبل المقاولين العرب هنا في القاهره. تختتم البطوله
متشعلق في الجو لان لسه المباراه مليانه. خطيره 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 جون اويري، لكن يا ولد يا ولد يا وائل يا جمعه يا لعيب، حط جسمه في توقيت روعه. 9 من 10 زي انتخابات مجلس الشعب الماضيه. هنقول للاهلي بنو داخل احمد فتحي، وفعلا عملها زي ما قلت له بالظبط. واينو عايز يرقص يا طماع، كان يقدر يزقها على يمينه بسهوله جدا جدا جدا، لكن ترتد الهجمه لمحمد بركات من ناحيه اليمين. بيتحرك له دي سيلفا يحطها لاينو، اينو ارضيه ياخدها اينو يا ولد بحركه جميله كده بجسمه ويعدي يا ولد يا حسام يا عاشور عايز يعمل 1 2 يتزحلق. التوقيت مره ثانيه سيد معوض، مش لازم هو يدي لدو سيلفا عايز يعدي وتطول وتبقى ضربه ركنيه اعتقد. وفي تغيير هيحصل، التغيير الاخير ادي دومينيك دو سيلفا عدى بسرعته ضربوا لخمه لعيبه الاسماعيلي، رقص حجازي. سيد معوض لو استلم كان باقي التسلل، لكن ما استلمش. فتح في اليمين، فتح فعلا في اليمين في اتجاه احمد فتحي، هيلعب العرضيه تضرب وترجع مره ثانيه وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. جمهور النادي الاسماعيلي يغادر المدرجات، مفيش مشكله اطلاقا. هارد لك، فرقتكم منتهى الشياكه والاحترام زي ما انا شفت كده. وادي الخطيره وادي العرضيه وهوبا حرام عليك يا اينو. ترجع لسيد معوض في الشمال ومعديه مره ثانيه في اليمين. اينو عايز يعمل كل حاجه ما عملش ولا حاجه. احمد فتحي معديه ما عملش ولا حاجه مباشره لصالح النادي الاسماعيلي اللي داخل بكل اعداده. جوزيه زعلان من الفاول اللي ملوش معنى وعبد الله ارضيه خطيره ومن القلب خطيره ويطهر ويطلق بالفعل الحكم البلجيكي ليوس ووترز في فارق نهايه الشوط الثاني والمباراه ب3 نقاط غاليه تماما للنادي الاهلي، ترفع من رصيده الى النقطه 55. اتصور